عماد باشا، اخبارك حبيبي؟ عامل ايه؟ يا هلا بالناس الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك حبيب قلبي؟ اخبارك يا استاذ عماد؟ عامل ايه؟ الله يكرمك يا حبيب قلبي، بدعواتك والله الحمد لله، نحمد الله على كل شيء. سيدتي الفاضلة، اخبارك؟ ازيك يا استاذة سامة؟ عاملة ايه؟ اشكرك على الدعاء يا حبيبة قلبي، شكرا يا ست الكل. الله يكرمك. ازيك يا ابو عمار؟ اخبارك حبيبي؟ وحشني جميعا. الحمد لله. نحمد الله على كل شيء. الوعكة كانت المرة دي شديدة وكان هي برضو نفس المشكلة، القلب ومشاكله، فالحمد لله نحمد الله. بحاول الحمد لله نتعافى من اللي احنا فيه بإذن الله، وربنا يشفينا جميعا. كثرة الدعامات في القلب بتبقى مشكلة. فالمرة دي تحديت نفسي ان انا ما اروحش اعمل دعامات، لان عملتها اكتر من 3 مرات او 4 مرات وركبت دعامات، فبالتالي القلب عندي ضعيف شوية. فحاولت بقدر الامكان ان انا اتحامل على نفسي شوية، والحمد لله يعني ببدأ افوق. الاول الصوت واضح للناس والناس سمعاني ولا؟ انا بشكر كل الناس اللي هي دعت لي، اللي هي يعني اتصلت بيا تليفونيا او زارتني في البيت. الحمد لله انا حاليا دلوقتي بصحة كويسة وبتمنى من الله عز وجل ان ربنا ما يوريني فيكم مكروه ابدا يا رب. والله السجاير وبعض الحاجات برضه يا استاذ عماد. هي الاستاذ ابراهيم حامد، اهلا وسهلا بيك، مشرفنا منورنا يا غالي. السجاير من برضه من الاساسيات اللي هي موجوده في اللي هي بتبقى سبب في موضوع القلب والحاجات دي. ابو عمار حبيبي، اخبارك يا غالي؟ شرف لي يا حبيب قلبي، تسلم تسلم يا رب، من كل راضي يا رب. انا بدعو الناس كلها لموضوع كورونا. الاول موضوع كورونا صعب جدا يا جدعان المره دي. السلالة الثالثة من اللي أنا قريته في الفترة اللي أنا كنت فيها يعتبر مريض. السلالة الثالثة خطيرة جدا، دي بتاخد عائلات بالكامل. يعني ممكن تلاقي البيت كله مريض. فربنا يرفع عنا البلاء. بناشد المجموعات أو الاتحادات اللي كانت في المرحلة الأولانية وكانت شغالة على موضوع تطهير البلاد، اللي يبدأوا يتحركوا، لأن الموضوع صعب والموضوع كبير. فبنتمنى من الله عز وجل إن الشباب يتحرك ويكون عنده الوعي الكافي وإخلاص النية لوجه الله تعالى لموضوع لموضوع التطهير أو التعقيم بالنسبة للقرى. الموضوع صعب ومحتاج منا كلنا تركيز، ومحتاج إخلاص نية لوجه الله تعالى في الأساس. اللي اشتغل في المرحلة الأولانية في تعقيم القرى والجري على سواء الأنابيب الأكسجين أو سواء الجهاز نفسه، أتمنى أن يسلكوا الطريق. طبعا في الفترة المرحلة الأولانية كانت أكتر بلد أشيد بيها كانت قرية بني سلامة. عملت الاحترازات وحاولوا بقدر الإمكان يدخلوا، عملوا بوابة بوابة في المرحلة الأولانية للأهالي اللي بتخش، يعني مثلا ما يخلص شغل وجاي من سفر ولا حاجة، فكانت في بوابة عاملينها بني سلامة على مداخل القرية. أم دنار كان فيها اتحاد شباب أم دنار كان شغال على موضوع التعقيم في الأخصاص، في بيتهيألي كان في جميع القرى.
كانت الناس شغالة صح وشغالة بما يرضي الله في موضوع التعقيم بالنسبة للقرى. فأنا مش عارف لحد النهاردة، حاسس إن الموضوع الناس مش واخدة الموضوع بجدية. فبدعوهم، الموضوع صعب واحنا مش هنقدر قلنا في المرحلة الأولانية إن الموضوع لو طال الناس البسيطة هتتضر وهيتوقف حالها ومفيش حد هيشتغل. فبرجو من الناس اللي هي بتحمل على عاتقها عملية التوعية، تحاول بقدر الإمكان تشتغل قدر المستطاع، وتحاول تبدأ تجمع شبابها، تجمع الناس اللي هي أهل الخير اللي بتتبرع، سواء بأنبوبة أكسجين أو سواء بكمامات أو سواء بأدوية. عملية التمريض أو فريق التمريض في كل في كل قرية عامة بيبقى ضعيف جدا. نتمنى الناس تساعد، الناس تبدأ في توعية إن الاجتماعات أو السرادق اللي هي سرادق العزاء أو الأفراح تتمنع في الفترة دي. الأسواق بقدر الإمكان نكون حذرين بدرجة عالية من التجمعات، سواء بالنسبة للنساء أو بالنسبة للناس اللي بتعمل زيارات حاليا في البيوت أو في ندوات أو في مؤتمرات. تخف من الجزئية دي في الفترة ديت عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا عز وجل. بالنسبة للنشاطات بتاعت النواب اللي موجودين، أنا شايف تحركات من بعض النواب على إن يساعدوا الناس ويحاولوا بقدر الإمكان يحلوا مشاكلهم، فلهم جزيل الشكر. في ناس مستنية وناس مش واصلة للدرجة اللي هي تحسس إن هم فعلا يقدروا يتحملوا مسؤولية الناس ويحاولوا بقدر الإمكان يحل مشاكلهم في المشاكل العامة. الحمد لله بالنسبة لي أنا يعني بحاول بقدر الإمكان أتعافى من مرض القلب، وطبعا ده مرض يعتبر مزمن موجود معايا. بيجي الشتاء عليا بتبقى متأثر بيه تأثير كله جزئي، فربنا الشافي وإن شاء الله نشفى من الموال ونبدأ نعيد نشاطنا بإذن الله. فبشكر كل الناس اللي هي اتصلت عليا أو اللي زارتني في البيت أو اللي دعت لي بالشفاء، فلهم كل الشكر والتقدير والاحترام. أتمنى من الله عز وجل إن الناس تحاول بقدر الإمكان تاخد الحيطة والحذر في الفترة اللي جاية، لأن فترة صعبة. انتشار الفيروس من السلالة الثالثة ده مشكلة خطيرة، بينتشر بطريقة رهيبة، بيصيب الأطفال وبيصيب الشباب وبيصيب الناس المسنة، بيصيب بيوت بالكامل. فنرجو من الناس إن هي تكون واخدة يعني الحذر من نصيبها، ويكون محتاط ويحاول القمامة وغسل الأيدي بالمية والصابون، ويفضل إن تكون المية سخنة. يستعمل الكحول. الاجتماعاتي لها، زياراتي لها، يقعد في بيته بقدر الإمكان، لأن الموضوع خطير ومحتاج منا كلنا يكون عندنا وعي ونفهم الناس. والمشكلة الأكبر نفهم حريمنا إزاي تتعامل حتى لو راحت سوق والسوق مثلا لسه شغال، تحاول تتعامل بطريقة صحيحة، سواء مع اللي بتشتري منه أو مع التجمعات اللي هي بتبقى موجودة في السوق. المرض مش مخصص على فئة معينة، المرض موجود مع الفئات كلها. ده وباء وجند من جنود الله عز وجل، فنتمنى من الله عز وجل ان يرفع عنا البلاء
ويسترها معانا، وما نفقدش عزيز لينا سواء قريب او بعيد او جار او قريب. لان هي احنا كلنا دلوقتي عدنا يمكن اكتر حاجه بنقولها على الفيس البقاء لله. فنتمنى من الله ان ترجع الفرحه لاهالينا، والناس تاخد حذرها وتحاول بقدر الامكان تحافظ على نفسها وتحافظ على اهلها. وعي بيتك، وعي جارك، وعي اهل بلدك. التوعية التوعية اساس كل نجاح، او كل مشكلة بنمر بيها لازم لابد ان يكون في توعية كافية للناس البسيطة، الناس اللي هي مش على قدر كافي من التعليم او من الوعي الصحي. فبقى انا بأناشد كل فريق او كل اتحاد في كل قرية واهل الخير يحاولوا يقفوا وقفة رجل واحد على قلب رجل واحد مخلص، يكون يقدر يساعد اهل بلده في ان احنا نجتاز المحنة اللي بيمر بها العالم كله. اكترنا ناس بسيطة، ناس معلش التعليم مش قدر كافي عندنا كلنا. فبالتالي لو انت شايف واحد مثلا ما عندوش العلم او الوعي الكافي بالنسبة للفيروس، تحاول بقدر الامكان توضح له. شفت فيديو امبارح كان واحد كان شيخ متبين من المنوفية، كان بيحكي قصته عن موضوع فيروس كورونا واصابته وطريقة ال5 ايام الاولانيين كان بيمر بيهم ازاي. فقال جملة ارهبتني وخوفتني بالمعنى الاصح. قال لك انت لو ما متش من الفيروس هتموت من اللي انت بتشوفه، لان هتبقى شايف الموت بعينك في حكاية اختناق النفس او قلة الاكسجين في الجسم. ربنا يبعدنا عنها يا رب، لان موضوع التنفس ده صعب جدا. والناس اللي ما يعرفش ان دي التنفس، او ان ما يبقاش جسمك فيه الاكسجين الكافي، ده كارثة. ممكن بتعمل عندك عملية لا مؤاخذة هبوط حاد، وبتحس ان انت نفسك في شوية. انا قعدت في مستشفى الصدر، كنت مع والدي الله يرحمه. شفت ناس كانت بتتنفس بطريقة يعني تقول أجارك الله، ده خلاص، ده ميت ميت. فبنتمنى من الله عز وجل إن احنا ما نشوفش في عزيز لينا مكروه يا رب، وربنا ينجينا كلنا من الوباء. ونحاول بقدر الإمكان نحافظ على نفسنا ونساعد بعضينا، لأن الموضوع موضوع كبير وخطير، محتاج الناس اللي كانت في المرحلة الأولانية شغالة على عملية التعقيم بالنسبة للقرى، نتمنى ان هم يشتغلوا تاني وبجدية اكتر، وكله في ميزان حسناتهم. اللي يقدر يساعد سواء بأنبوبة أكسجين أو بالجهاز نفسه، ألف الله يكرمك حبيب قلبي يا رب، الله يكرمك يا عصام، الله يكرمك يا حبيبي. فبنتمنى من الله عز وجل ان الناس تحاول توعي وتكتب سواء منشور او سواء بوست على الفيس، وما يكتفيش بكده. لو انت قاعد في ورشتك او قاعد مثلا ماشي في الطريق وقابلت واحد، يا ريت توعيه وتفهمه ان يلبس القمامة، ان ما يسلمش على حد، ان يكون فيه عملية التباعد ما بينه وما بين الشخص الاخر مسافة لا تقل عن 1.5 متر. يحاول يتجنب موضوع العطسة او الكحة، لان الفيروس بيتنقل عن طريق العطس. فبالتالي الناس تحاول بقدر الامكان تحافظ على نفسها قدر الامكان. النقطة الثانية بالنسبة لنا في قرية أم دينار، أنا شايف إن الطريق بيبدأ فيه حاجات جديدة في أم دينار بتتم على أرض الواقع. سواء الترقيع، أنا مسميه ترقيع
الطريق وسفلته، سواء بطريقه مش كويسه، بس في النهايه اهو بنلحس حاجه على الارض وخلاص، والمنظر ايه بيتجدد، بس برضه كويس، مش هنقول وحش. عمليه اضاءه الطريق بدات الحمد لله تتظبط على طريق قريه ام دينار. محطه المعالجه اللي احنا كنا بنحاول ننادي بيها من 2012 لحد النهارده، الحمد لله قام النائب يحيى شوقي بتحريك الموضوع، وبيبداوا يشتغلوا في الموضوع ده. طبعا النائب يحيى شوقي قام بكذا حاجه يعتبر بدأ يشتغل فيها. جاب فرش سجاد مسجد النصر وفي سجاد مسجد حواش، واخيرا سجاد مسجد السلام بالرهاوي. جاب دكاترة التخدير في مستشفى مبارك اللي ما زال فيها الإهمال مستمر لغاية الآن. ينقصها من الإدارة الحكيمة شخصيات تستحق الاحترام والتقدير، وكيفية إدارة مستشفى مبارك على أنها مستشفى مركزي بتخدم أكثر من 350 أو 450 ألف نسمة في مركز منشية القناطر. فنتمنى ان النواب سواء شورى او شعب ان يحاولوا بقدر الامكان يهتموا بملف مركز مستشفى مبارك، ويحاولوا يحلوا اللوغاريتمات بتاعتها او المشاكل اللي هي موجوده في مستشفى مبارك. بالنسبه للمهاترات او الكلام على اساس نكسر في مقاديف بعض، او نتكلم على النائب فلان او النائب علان، دي مشكله المفروض يكون فيها حكمه في الفتره ديت. احنا عندنا 5 نواب موجودين، بغض النظر انت متفق على ال5 او مش متفق على ال5، دي مش مشكلة. لكن في النهاية احنا بنحاول بقدر الامكان بنقول للناس انتوا 5 اعضاء موجودين في دايرة منشية القناطر، نتمنى من الله عز وجل ان تخدموا الناس بما يرضي الله، وتكون عندكم اخلاص النية لوجه الله تعالى في حل مشاكل الكرة. 5 اعضاء في دايرة، ده يعتبر اعجاز كبير. الله يكرمك يا ست الكل، تكرمي يا ست الكل يا رب. انا شفت رسالتك امبارح بس، والله اللي هي الرسالة الاخيرة، وشرف ليا والله يعني. بس اللي بطلبه انا موضوع الاعضاء، نحاول بقدر الامكان كل عضو يفكر هو النهارده على الكرسي، الله اعلم بكره هيبقى موجود ولا لا. لكن في كتاب دايما بيبقى مفتوح ما بينك وما بين الله عز وجل. يا ريت تكون حتى ولو كاتب سطر او سطرين فيه ان انت خدمت لوجه الله قرية او قريتين او 3 في حل مشاكل القرى اللي موجودة. ممكن انا اكون معارض لشخصية معينة من الاعضاء اللي موجودين، لكن لو عمل شيء هادف او مهم او بيعتني بمشاكل الكرة، انا اول واحد هسقف له، اول واحد هقول عليه 10/10. ولو تلاقيت بعض التجني من الناس اللي هي بتعارض او بتتك على شخصية معينة، لا بقول لا، ده المفروض معلش انت بتذكر. وكان لنا الاخ الصديق خالد المصري كان ذكر في موال كورونا علي سماحة، فقلت له لا، المنشور كده يعتبر ساقط، لان انت عندك بدل علي سماحة انت موجود معاك 4 كمان، يعني 5 اعضاء. ادام نزلت المنشور ونزلت ان الراجل ده اشتغل في موضوع كورونا في المرحلة الاولى قبل الانتخابات، وكان بيعمل دعاية لشخصه في العملية الانتخابية، فلابد انه يقوم بنفس الدور في الدورة اللي هو يعتبر اتحط فيها سواء بمزاجنا او غير مزاجنا، ان يشتغل. لا، ده انت عندك كذا عضو، المفروض لما تيجي تكتب بوست والكلام لخالد المصري، لان خالد المصري انسان عزيز عليا وصديق عليا، اقول له لا، المنشور كده ساقط يعتبر.
كان حضرتك من الأولى إن أنت توجه للخمس أعضاء، سواء أحمد الشراني أو سواء علي سماحة أو علاء ناجي عبد الرحيم أو أحمد رمزي أو النائب يحيى شوقي المشهد. كان توجيه الرسالة تكون مضمونة للخمس أعضاء، وكل يخدم حسب وجهة نظره أو حسب ما تؤهله ظروفه. مش شرط ان انا مش عايز من عضو مجلس شعب يتبرع بجنيه، لو كان الجنيه اللي هو هيصرفه على اهل قريته او على اهل المنطقه بتاعته هيكون ضرر ليه. مش عايزه. انا عايزه لما يوم ما يفكر ان هو هيتبرع او هيقوم بفكرة حتى عملية التبرع من أهل القرى عامة، ويكون هو القائد ويكون هو الأيقونة بتاعة التبرعات في موضوع سواء الأجهزة أو العزل أو تجهيز مستشفى ما أو مركز ما يجعله كعزل، عزل حجر صحي بالنسبة لمرضى كورونا في المنطقة. احنا عندنا مراكز كتير، وعندنا أماكن في الجمعيات الشرعية موجودة، وعندنا يعني نقدر نعمل حجر صحي ونقدر نعمل عناية مركزة بالمعنى الأصح لمرضى كورونا في المنطقة. ولو اتفقوا الخمس أعضاء على أن يكون فيه قرية، يكون فيه مركز موجود في المنطقة، سواء من أول مناش البلد لحد بني سلامة، يستضيف مريض كورونا ونعمل له مكان مخصص ليه عزل عن طريق الأهالي. لأن احنا هنيجي في الفترة الجاية في المستشفيات مش هنلاقي سرير واحد فاضي لمريض كورونا. فالنهاردة لما نيجي نقول للخمس أعضاء نتمنى من سياداتكم حتى لو مركز، لو موجود في مركز شباب، أي مركز شباب موجود في أي قرية، ونعمله مثلا عزل صحي أو حجر صحي للناس اللي هم بتوع كورونا، ونحاول نجهز لهم، يكون عندنا المكان مجهز سواء من الأكسجين أو سواء من أدوات التعقيم أو سواء من الأدوية الصحية، أو فريق تمريض يكون متطوع، سواء من الناس اللي هي مؤهلة التأهيل الكامل وعندها دراية أو خدت فترة تدريبية في موضوع كورونا، إن لابد إن يكون في مركز منشية القناطر مكان للأهالي أو الناس اللي هي عندها كورونا، يكون موجود مكان مخصص ليها. لأن الفترة اللي جاية سواء في المستشفيات الحكومية أو في المستشفيات الخاصة مش هيبقى موجود ولو سرير واحد لشخص. احنا منطقة بسيطة وناس فقيرة وناس على قد حالها، نتمنى ان يوفروا مكان للناس دي، ونعمل لهم حجر صحي، مكان يبقى شامل وكامل لحل المشكلة من جذورها. فأنا بأناشد أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الشيوخ ان يحاولوا بقدر الامكان يحملوا على عاتقهم وباء كورونا بالكامل. وفيه اماكن كتيره موجوده في المنطقه من اول مناش البلد لحد بني سلامه، في اماكن موجوده ممكن نستغلها كحجر صحي او عنايه مركزه. وكل القرى عندها اجهزه، سواء اجهزه اكسجين او سواء او سواء ناس متبرعه، هتلاقي ناس كتيره موجوده. لكن احنا عايزين مكان مخصص عشان نقدر نحافظ على اهالينا ونحافظ على نفسنا. فبدعو اعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الشيوخ يتكفلوا او يعملوا حمله او مبادره لوجود مكان حجر صحي للناس اللي عندها كورونا في المنطقه، ويتكفل الأغنياء وأهل الخير وأهل الثقة بتمويل المشروع، ونعدي الفترة دي على خير. الموضوع بيكبر وبيوسع منا بطريقة غريبة، محتاجة منا كلنا نقف ايد واحدة ونحاول بقدر الامكان نكون على قلب رجل واحد.
ممكن الجمعيات الخيرية، سواء في جمعية اسمها جمعية أهل الخير في أبو غالب، في جمعيات في وردان، في جمعيات في كل قرية. لو كل الجمعيات دي اتفقت على ان في مركز طبي معين هنعمله حجر صحي للناس اللي عندها كورونا، ويكون مؤهلة بها كل المعدات، سواء انابيب اكسجين او سواء ادوية او سواء ادوات التعقيم، ويكون على رأسهم نواب مجلس الشعب او نواب مجلس الشورى، يكونوا هم رؤساء المبادرة لازم يكون موجود مكان أو مكانين في المنطقة. والحمد لله عندنا أهل الخير والناس اللي ربنا واهب لها عملية التبرع والوقوف جنب الناس البسيطة، الناس كتيرة موجودة. يبقى إيه اللي يمنع أن يبقى في موجود مكان أو اتنين في دايرة منشية القناطر بعيد عن المستشفيات وبعيد عن أي شيء، ويبقى مركز متخصص لحالة كورونا اللي موجودة في المنطقة. احنا عندنا في البيت الواحد ممكن يكون 3 و4 و5 و6. الكورونا المرة دي بسميها كورونا العائلة. المرة اللي فاتت كان واحد، المرة دي ممكن تلاقي في بيت واحد 3 و2 و4 و5 و6، ولا حياة لمن تنادي. وبنستنى لحد ما الموضوع بيفحل وبيكبر وما بنقدرش نسيطر عليه، وفي الآخر بنقول يا أخي جاي ارحمونا. فبالتالي من النهاردة بتمنى وأناشد أكرر للمرة 10 و20 و1000، أناشد نواب مركز منشية القناطر بغرفتي التشريعية والشورى إن يحاولوا بقدر الإمكان يوفروا مكان أو اتنين في المنطقة لموضوع كورونا بالذات، لأن الموضوع خطير وإحنا ناس بسيطة مش هنجري كل شوية على نائب ونقول له يا سعادة النائب عايزين توفر لنا سرير في مستشفى أو في حاجة زي كده. الموضوع سهل وبسيط، محتاج منا بس نكون مخلصين لوجه الله تعالى، ونتجمع كلنا على قلب رجل واحد، ونقوم بكيان رسمي للمنطقة ككل، ان احنا نوجد مكان يكون حجر صحي او رعاية مركزة لموضوع كورونا او لحالات كورونا في المنطقة، ويكون فيه دكاترة متطوعين من عندنا في المنطقة. ما هم مش الدكاترة كلهم لا شغالين او مع في الحكومة ولا شغالين في العيادات برضو كويس. يبقى لما انا اجيبهم واحطهم في مركز ويكون لوجه الله تعالى يعني معلش لما تقضي لك اسبوع 2 شهر شهرين، ده احنا عندنا اكتر من يجي 1500 دكتور في المنطقة بحالها، لما يتناوبوا على مركز او 2 موجودين في مركز منشية القناطر لحالات كورونا، يبقى ان شاء الله هننجي اهلنا من المهالك. لكن كل واحد هيبص على مصلحته ويبص على نفسه وخلاص، لا. الدكتور رسالته في الاساس انسانية مش مادية. الدكتور في رسالته الأساسية إنسانية مش مادية. فنتمنى من الدكاترة إن تحاول بقدر الإمكان يتجاوبوا مع أعضاء مجلس الشعب أو أعضاء مجلس الشورى في إيجاد مكان، ويكونوا هم القائمين عليه تحت إدارة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشعب مجتمعين كاملة. مش هفرق ما بين واحد حلو وواحد وحش، او واحد انا موافق واحد مش موافق، واحد لا ده هو اللي هياخد الصيت، لا التاني مش هياخد الصيت، لا ده لا. احنا بنقول نوجد مكانين عشان يبقى لأهل وردان وتريس وابو غالب والحاجر وكفر ابو الحديد والحتت دي، يبقى في مكان موجود هناك في القطة ونكلة والمناشي ومدنار وكفر حجازي والرهاو وبرقاش والجلاتمة والسبيل وبهرمس والمنصورية ومنشية رضوان والخميسة، يكون لهم مكان يبقى موجود فيه مركز متخصص لحالات كورونا للحجر الصحي. لان احنا فعلا محتاجين اماكن الفترة اللي جاية، مش هنلاقي اماكن في المستشفيات العامة. فبرجو وأناشد سواء أعضاء مجلس الشعب، سواء مع أعضاء مجلس الشورى، سواء الدكاترة اللي موجودين في المنطقة، أو التمريض اللي موجود في المنطقة، يحاولوا ينسقوا ما بينهم
وما بين الجمعيات الخيرية والجمعيات الشرعية والجمعيات الأهلية على وجود مكانين يكونوا متخصصين لحالات كورونا في المنطقة فقط لا غير. وأرجو من الناس توصل المعلومة للناس أعضاء مجلس الشعب والناس اللي هم أهل الخير اللي هم قيادات الجمعيات الخيرية. وده بالنسبة لي اللي أقدر أقول عليه، لأن فعلا أنا تعبت ومش قادر أكمل. أنا ممكن أقعد أكتر من كده أكمل، لكن فعلا صحيا مش قادر أكمل معاكم. الفكرة بتاعت الفيديو المرة دي لابد من وجود مكانين يكونوا في المنطقة في مركز منشية القناطر، سواء من أول بني سلامة لحد القطة، ومن القطة لحد مناش البلد. مكان يكون في الجزئية في المنطقة دي، ومكان يكون في المنطقة دي لحالات كورونا بس. يكون المبادرة إلقاء القوات بتاعتها يكون نواب مجلس الشعب والشورى، يكون الدكاترة وهيئة التمريض الناس اللي هم شغالين في التمريض في المنطقة يحاولوا بقدر الإمكان يدوا وقت للمركزين إن هم يكونوا متواجدين فيهم لحل مشكلة كورونا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانوا معكم عز الدين الحريري سائر مدنار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.